يا مكان في قديم يا زمان كانت كتعيش في واحد البلدة بنت زوينة بزاف سميتها نورة. ملي ماتت الأم الحنينة ديال نورة باباها تزوج السيدة سهيلة. هاد السيدة سهيلة كانوا عندها 2 بنات شريرات وحقودات وغيورات فوق القياس وكيدابزوا على أبسط حاجة يقدروا ينوضوا عليها قربالة. واحد النهار الأب ديال نورة كان خاصو ضروري يسافر على قبل الخدمة، سفر طويل. السيدة سهيلة جاتها الفرصة المناسبة باش تخلي كاع الأشغال الشاقة لنورة، الجفاف، الحطب، العجينة، وعاد يزيدوا يطلبوا منها الحلويات. المهم ثمن الكحلة كلها كدوز عليها، ما كتخلي ليها حتى الوقت فين ترتاح. ومسكينة نورة رغم المجهود اللي كدير كامل كيبقاو يعيبوا لها في ماكلتها ويقولها انت ما كديري حتى حاجة زوينة. الحاجة الوحيدة المسلية اللي كانت كتقدر ديرها هي كتبقى تطلب من النافذة ديالها الصغيرة الجردة حتى كتجي عندها واحد الحمامة بيضة زوينة وكتبقى تجمع معاها. واحد النهار فاقت نورة ومشات للكوزينة بلا ما دير صداع، مشات بشوية وهزات واحد الطبسيل فيه الفرماج. شوية وهما يجيو البنات شافوها داروا لها فضيحة، بقاو كيعيطوا ماما اجي تشوفي شنو واقع. نورة كتسرق الماكلة ديالنا. كنسرق الماكلة ديالكم؟ انا ما عمري نسرق شي حاجة. شفارة وكذابة، انتي بنت ما مربياش نهائيا. 2 فيران صغيورين اصدقاء نورة ملي سمعوا هذا الشيء هبطوا كيجريو من الدروج باش يخلعوا سهيلة وبناتها. بقاو تابعينهم كيجريو موراهم في الدار كاملة. سهيلة جابت الشطابة وبقات كتجري عليهم. المهم دق شي واحد الباب وكان هذا الخادم ديال الملك. صاحب السمو الامير ديالنا غادي يدير حفله كبيره غدا في القصر ديالو مع 8 في الليل. البنات ديال القريه كلهم معروضين لحضور هذا الحفل. سلمى ولمياء مشاو كيجريو للغرفه ديالهم غادي يطيروا بالفرحه، كيجبدوا من الماري والكساوي وحايرين اين كسوه غادي تصلح للحفله غدا. اما سهيله كان حسابها في راسها، قالت لهم حطوا داكشي كامل ومشات عند نورة مسكينه قالت لها خيطي البناتي احسن لبسات وبغيتهم يكونوا غدا احسن وحدين في الحفله. والغد ليه الصباح قالت لنورة الا بغيتي تمشي معنا للحفله خاصك تنقي 10 كيلو ديال الجلبانه في 5 دقائق. المهم بالطبع طلبات منها حاجه مستحيله. مسكينه نورة بقات غاديه وفاقده الامل، عارفه هادشي مستحيل، ولكن 2 فيران صحابها والحمامه ما تخلاوش عليها، وفي 5 دقائق كانت الجلبانه واجده. نورة جمعات داكشي اللي قادوه في الطبق ومشات كتجري فرحانه كتقلب على سهيله اللي كانت هي وبناتها في الباب باش يمشيو. المهم تفاجأت ملي شافت نورة وجدات داكشي بديك السرعه، ولكن هاد المره حيت ما بغياش بالطبع تديها قالت لها اللبسه ديالك ما مناسباش للحفله وخلاتها مسكينه. مشات سهيله وبناتها للحفله وخلاو نورة بوحدها وحيده في الدار. هي بقات حزينه وخرجات للجرده ومشات جلسات تحت واحد الشجره اللي كانت ماماها هي بيديها زرعاتها. بقات جالسه تما وكتبكي. شويه تحرك واحد الريح عجيب والشجره كلها شعلت بواحد النور بيض. شويه وهي تبان ليها واحد البنت عندها جناح وتطير. قالت لها انا سميتي صوفيا وانا هنايا باش نساعدك، ما تبقايش حزينه. حتى انت غادي تمشي لهاد الحفله؟ كيفاش غادي ندير نمشي وانا يا هكا؟ هاد الشيء خليه عليا، انا محتاجه غير يقطينه كبيره. مهم زعما القرعه الحمراء. نورة مشات ورجعت بيقطينه زوينه في يدها. تما صوفيا حركات العصا السحريه ديالها اللي حولات اليقطينه العربه ملكيه سحريه زوينه بزاف، وحولات 2 فيران الاحصنه كبار والحمامه لسائق العربه. نورة ما قدراتش تسيق داكشي اللي كتشوف. كيفاش قدرتي ديري هادشي كامل؟ وتما صوفيا وجهات العصا في اتجاه نورة اللي تحولات الاميره بلباس انيق زوينه بزاف. شوفوا شحال زوينه، وحتى الصباط ديالها حولاتو لصباط انيق متناسق مع اللبسه. شكرا صوفيا، دابا وصل الوقت باش تمشي للحفله، سربي. ولكن صوفيا حضرات نورة. عندك تنساي، خاصك ضروري ترجعي من الحفله قبل 12 الليل والا السحر كله غادي يمشي وغادي ترجعي كيف ما كنتي في الاول. نورة سمعات داكشي اللي قالت لها صوفيا مزيان وركبات في العربه ومشات للحفله. العربه وقفات حدا قلعه كبيره زوينه بزاف. نورة دخلت للحفله وكانت كتبان زوينه بزاف، كانت اجمل وحده في الحفله، حتى واحد ما عرفها بالطبع.
غير كيشوفوا فيها وكيقولوا شكون هاد البنت الزوينه ومنين جات. الامير ملي شاف الجمال ديالها زاد عندها وقال لها واش ممكن تشاركيني هاد الرقصه. ايوا نورا بدات كترقص، عجبها الحال ونسات راسها. شويه 12 قربات، بقات ليها غير شي 2 دقائق. عاد نورا انتبهت ليها وتفكرت الهضره اللي قالت ليها صوفيا، خاصك ترجعي قبل 12 الليل ولا غادي يختفي السحر وترجعي للحقيقه ديالك قدام الناس كاملين. تما نورا خلات الامير موراها ومشات كتجري. ولكن انا مازال ما عرفتش حتى سميتك، فين غاديه؟ هي مشات كتجري حيت هي اللي عارفه شنو غادي يوقع الا بقات مازال كتجري في الدروج ديال القصر حتى طاح ليها الصباط ديالها. وبالطبع مع الوقت كيجري ما قدرتش ترجع تاخذ صباطها، ركبات في العربه ومشات. ديك الساعه الامير قال الخادم ديالو ضروري تقلبوا على البنت اللي كانت لابسه هاد الصباط، الا اضطريتوا يجربوه البنات كاملين حتى تلقاو مولاتو. نورا رجعت للغرفه ديالها وكانت فرحانه بزاف بالتجربه اللي عاشت، ولكن في نفس الوقت كانت حزينه حيت الامير ما عمره ما غادي يعرفها بملابسها الحقيقيه. المهم الامير تعصب بزاف حيت الخادم ديالو ما لقاش البنت بسرعه، وطلب انه البنات كاملين اللي ساكنين في القريه يجيو عنده للقصر باش يقيسوا هذاك الصباط. وهذا الشيء اللي وقع بصح، البنات كاملين جاو للقصر وكلهم كيتمناو ان الصباط يجي قدهم. حتى صوفيا وبناتها كانوا غاديين تجهزوا للحفل وقدوا حالتهم باش يمشيو، ما عرفتش واش قدوها ولا رونوها. المهم ما داوش معهم بالطبع نورا. ولكن حتى انا راني بنت صغيره وحتى انا راني ساكنه في هذه البلده، علاش ما نمشيش؟ حتى انا عندي الحق نقيس هذاك الصباط. سهيله ما خداتش الوقت حتى باش تسمع ليها، سدات عليها الباب ومشات هي وبناتها. الصباط ما جا قد حتى وحده فيهم، شي كيجيه كبير شي كيجيه صغير، وحتى بنت سهيلة ما جاش قدهم. في الليل نورا خرجت كتسلت من الدار وبقات غادية في اتجاه القصر. دخلات للقصر ومشات خدات الصباط باش تقيسو. يلا جات تدخل فيه رجلها والامير جا غوز عليها وقال لها هاي شنو كديري؟ حطي هذاك الصباط. لا هذا راه الصباط ديالي، راه كيجي قدي. قيساتو وجا قدها تماما. تما الامير عرف بان هذه هي مولات الصباط. انت هي البنت اللي كانت داك النهار في الحفله، واش نقدر نعرف سميتك؟ انا سميتي نورا تقدري تزوجي بيا؟ نورا بكل فرح وافقت على طلب الامير، احتفلوا بالعرس ديالهم في القصر الكبير. وهكذا نورا عاشت بسعاده بعيده على سهيله وبناتها. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلوكم الفيديوهات جداد. الى اللقاء.